تعالوا دلوقتي اقول لكم على احلى طريقه للرواني. الرواني خليط من الكيكه، خليط من الدقيق العادي ودقيق السيمولينا، هتطلع معانا كيكه قلب على بسبوسه بس خطيره. هقول لكم ازاي الطريقه، بس تعالوا نشوف مع بعض مستويه ازاي. تحفه وطريه جدا وهشه جدا. شايفين الجمال بتاعها بكل سهوله ازاي؟ بسبوسه عامله نفسها كيكه، او كيكه عامله نفسها بسبوسه، لذيذه جدا بجوز الهند، تحفه. تعالوا دلوقتي خطوه خطوه هقول لكم هنعملها ازاي بكل سهوله. اول حاجه هيبقى معايا 3 بيضات او 4 بيضات بدرجه حراره الغرفه، لو بيض وسط هيبقى 3 بيضات، لو بيض صغير هيبقى 4 بيضات. ورشه فانيليا، ممكن كيس فانيليا او رشه فانيليا سايله، وهنحط كوبايه من السكر، وهنضرب الخليط ده كويس جدا لغايه ما لونه يفتح ويعلى معايا وينفش ويبقى لونه حلو زي ما احنا شايفين كده بالظبط. اول ما نخلص ضرب فيه ويبقى لونه كده هننزل بعلبتين زبادي برضو بدرجه حراره الغرفه. اي حاجه هنستخدمها في كيكات او الرواني هتبقى بدرجه حراره الغرفه. هننزل بمعلقه صغيره من الخل. الخل عامل مهم جدا في نجاح الكيكات، لانه بيبقى عامل زي محسن الكيك، فبيطلع معايا كيكه ناجحه وحلوه جدا. هنحط معلقتين من السمنه، هي المفروض نحط زيت بس انا الرواني بعملها معامله البسبوسه، يعني انا بحط سمنه على البسبوسه فحبيت احط سمنه برضو على الرواني. هننزل بقى بكوبايه من السميد الناعم، وهننزل بكوبايه من الدقيق هننخله كويس جدا. السميد ممكن ما ننخلهوش عادي، هو الدقيق لازم يتنخل كويس. يبقى المقدار بتاعنا كوباية دقيق وكوباية سميد أو دقيق السيمولينا. هنحط رشة ملح وكيس بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر على الكمية دي، لو احنا هنضاعف الكمية هنحط طبعا كيسين. هنقلب بقى بالمعلقة أو الاسباتيولا تقليبة كويسة كده بالراحة، مش هنعجن. هنقلب بس المكونات مع بعض كده لغاية ما كله يمتزج ببعضه وتشرب السوائل. أول ما تشرب السوائل بتاعتنا نوقف تقليب على طول، يعني كده خلاص هي ما بتتعجنش. هندهن بقى صينية معانا بالسمنة كويس، وهنحط دقيق عليها ونغلفها كويس جدا علشان الرواني بتاعتنا ما تلزقش. والحركة دي طبعا بنعملها في الكيكات وفي الرواني، وممكن نستبدل الموضوع ده بورق الزبدة، يعني نغلفها كويس بورق الزبدة من الجوانب ومن تحت. في الوقت ده هنكون مشغلين الفرن على درجة حرارة 220، وننزل الخليط الجميل بتاعنا ده في الصينية على طول. أول ما نخلصها ما نستناش عليه، ونفرده كويس بالاسباتيولا أو بمعلقة أو نبل إيدينا مية ونفرد بيها الخليط. الخليط بتاعنا مش خفيف ومش تقيل، هنفرده زي ما احنا شايفين كده، وهنديله هزة كده ونخبطه خبطتين على الترابيزة. وبعد كده ندخله على فرن درجة الحرارة زي ما قلت لكم نكون مسخنينه على 220، وننزل درجة الحرارة 180 أول ما ندخل الصينية. وهتاخد معانا حوالي تلت ساعة أو نص ساعة لغاية ما وشها يحمر. في الوقت ده هنكون بنجهز الشربات بتاعنا. الشربات بتاعنا هيبقى سخن والرواني هتبقى سخنة، يعني أول ما هنطلع الصينية على طول هنسقيها بالشربات السخن بتاعنا. الشربات عبارة عن كوباية سكر وكوباية ونص مية، وهيبقى خفيف. هنديله غلوة 10 دقايق بالظبط على النار، ونعصر عصرتين ليمون وكيس فانيليا. واول ما طلعت الصينيه هنرشها بجوز الهند على طول، وبعد كده هنسقي الشربات، او نسقي الشربات الاول وبعد كده نرش جوز الهند. وكده يبقى عملنا احلى صينيه رواني بجوز الهند والشربات مسقيه بالشربات. تحفه، حاجه كده زي بتاعت زمان وروايح زمان. شايفين احنا كده بنسقيها بالشربات بتاعنا وهو سخن لسه، والصينيه كانت لسه طالعه من الفرن. هنسقيها كويس جدا لغايه ما تتشرب كل الشربات اللي معايا ومن الجناب، ونوزعها توزيع كويس. امشوا على الخطوات بالظبط هتاخدوا احلى نتيجة لاحلى صينية رواني، هتبقى طرية ولذيذة وحلوة جدا. جربوها، ولو جربتوها وعجبتكم متنسوش اللايك والشير عشان ناس كتير تستفاد، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.